بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نعمل مع بعض سندوتشات الجمبري المقلي المقرمش. النهاردة معايا 10 جمبريات حلوين، حجمهم حلو. تبلتهم بالكمون والليمون والثوم، ملح وفلفل، وعملت نص كوباية دقيق، دوبتهم في نص كوباية مية على جنب، ومعايا كوباية دقيق، معلقة نشا كبيرة، وبرش عليهم كركم وكزبرة، انصاص معالق كده صغيرة عشان واقلبهم كويس قوي. كركم، كزبرة، كمون، وبقلبهم. بكتفي بالملح اللي انا متبله فيه عشان ملحي ما يزيدش. بنزل الجمبري في الدقيق والميه اللي عاملاهم، وبعدين بتبلهم بالدقيق واتك عليهم كويس قوي. الخلطه دي بتديني الجمبري لما بقليه بيطلع مقرمش وحلو قوي. بعمل كميه الجمبري كلها بالطريقه دي. وعلى جنب بيكون معايا زيت سخن قوي، وبعد كده بخلي النار وسط وانزل الجمبري واحدة واحدة. بدي كل وش تقريبا 3-4 دقايق، وبقلب على الوش التاني. لما ياخد اللون الذهبي الحلو يقرمش، بكون مجهزة ورق اطلع عليه الجمبري عشان يشرب الزيت، وبعد كده بحطه في الطبق واجيب سندوتشاتي. هوريكم الدريسنج بتاع السندوتشات ايه معايا. دلوقتي انا جايبه 3 سندوتشات بيتي بان، وعملت الدريسنج عباره عن معلقه مايونيز كبيره، معلقه كاتشب كبيره، نص معلقه مستردة. بدهن بيها السندوتشات كويس، بحط كميه حلوه عشان يديني طعم حلو. وبحط في كل ساندوتش 2 جمبري لانه كبير، حسب الجمبري اللي عندي اللي انا جايباه. من احلى الاكلات اللي ممكن يتغدوا بيها ولادك او يتعشوا او تعمليها ديليفري. بلفه ساعات بالفويل واديه لولادي وهم خارجين. من احلى الساندويتش اللي ممكن تدوقوه. كده خلصت. بالهنا والشفا، ساندويتشاتي جاهزة.